إلى الاشتراك بالله محاسنهم واجعل لي لسان صدق في الآخرين، وأن نبث سيرتهم العاطلة المملوءة بالعلم الشرعي فمحبتنا لهم وذكرنا إياهم إنما يكون بسبب العلم الذي تعلموه وبسبب المعتقد الصحيح الذي اعتنقوه وبسبب التدين الذي سلكوا به إلى الله دين العلماء ومحبتهم وتقديس الرجال. أن تقديس الرجال يعني يؤدي إلى الغلو، والغلو يؤدي إلى الاشتراك بالله تعالى والاستخدام في دين الله عز وجل. لذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. يعني هنا بفرق بين احترام الآخر واحترام العلماء وتجديد سيرتهم والانتهاج بالمنهج الذي سلكوه من العلم الشرعي والدعوة إلى الله عز وجل، وفرق بين تقديسهم والاعتقاد به وإنزالهم منازل لا تنبغي أن تكون إلا من رب العزة والكلام، يعني الاعتقاد بأنهم ينفعون أو يضرون أو غيره. فهذا الفرق بين التقديس وبين الاحترام. ونحن ما نقوم به الآن من توثيق بسيط عن شيخنا رحمه الله تعالى يعتبر من باب يعني الوفاء لأهل الوفاء واحترام من احترموا كتاب الله عز وجل واقتدوا بسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك. نتحدث أو لو ورد الشيخ في حديث قصير عن نبذة عن حياة الشيخ وسيرته الذاتية. طيب، الحمد لله صلى الله وبارك على نبينا محمد. الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله تعالى من مواليد حلب الجديدة، ولد رحمه الله تعالى في 21 مارس 1972، ثم تلقى أول تعليم له بالدليل في خلوة لتحقيق كتاب الله تعالى، ثم مرحلة الأساس كذلك الحكومة تأثر بأحد أساتذة المدرسة في عقيدة طريقة العقيدة الصحيحة والمحافظة على الصلوات، فنشأ الشيخ رحمه الله تعالى نشأة تربوية صحيحة قاده إليها بعد فضل الله تعالى والده الذي اختار له تحقيق كتاب الله عز وجل منذ نعومة أظفاره. الحمد لله، نسأل الله جل وعلا أن يتضمن الشيخ بالرحمة الواسعة. وإضافة على ما ذكره أخونا الشيخ هيثم، فإن الفرق بين تقديس الأشخاص وبين معرفة فضل العلماء يكمن في حمل منهج هؤلاء العلماء وتوضيحه للناس، ومنهج الصحيح السليم بأنه لا غلاسة لأحد كائن من كان، كما قال الإمام مالك: كل من يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا اللفظ، وأشار إلى قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلا غلاسة لأحد، ولا نقول أن عندما نتناول الحديث عن محمد سيد أو عن أي أحد أننا نوجهه في شخصه، وإنما نتحدث عن علمه وما يحمله من علم. وربما يقول قائل: وكل الذين يقدسون يحملون العلم. أنت تتكلم عن شيء، أنا أقول متكلم عن شيوخة، أنت تتحدث عن راجل، أنا أدري من لو يتكلم عن رجال، نقول لا، نحن نتحدث عن علم الشيخ. برضو يقول قائل: برضو إن نحن الناس نتكلم عنهم ومشايخنا ليس عاملين علم، نقول يا أخي نحن الناس الرجل نتحدث عنه يحمل العلم أو يحمل علم شرعي ومنهج سليم. يقول لك أنا والله حامل علم شرعي
الفرق والفيصل، إنما نتحدث عن الذي يحمل العلم الشرعي والفهم السليم من خلال فهم النصوص على فهم السلف الصالح. لأنه يجي واحد يفهم لي آيات وأحاديث بفهم خاص، فهم منحرف، ويقول له والله هذا الفهم السليم والمنهج القوي. وإنما الفهم الذي يحمله هو الذي يحدد مدى احترامنا للناس. يعني عشان نحترم عالم ينبغي عليه أن يوصل إليه فهم سليم وصحيح اللي هو فهم السلف الصالح. ما يجي واحد يفسر لي آية القرن 21 بفهمه. يجي واحد يقول لك والله يا أخي ما مدة بين الرجال وبين الرجال والنافع والعظم تجدد الآيات والأفهام للآيات والنصوص في فهم وتجدد. نقول لا، هنالك ثوابت في التفسير وفي التأويل وفي الفهم لا يتطرق إليها تحديث ولا تجديد، بالذات آيات الرسول اللي هي تمس عقيدة الناس، فهذه لا مجال للاجتهاد فيها ولا مجال للتطوير فيها لا بالفهم ولا بالنص، الموضوع محصور فيها. الفرق الكبير الذي يميز الناس أننا لا ندعو إلى تقديس أحد، حتى في حديثنا عن الشيخ إنما نتحدث عن منهج الشيخ ومنهج الدعوة الذي حمله الشيخ ومات في سبيله. في نفس المحور نتحدث أو يتحدثنا الدكتور عبد المنعم عن انطباعاته الشخصية وأحاسيسه هذا عن الشيخ، فليتفضل بارك الله فيه وجزاه الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البدء أنا دوما شاكر لله أن أكون بين هذه الكوكبة من النفر الصالح، وأقسم بالله أن أسعد أيامي في الشهر هو يوم نراكم هنا في هذه القاعة العاملة بكم، لأن وجودكم هنا هو ابتغاء مرضات الله ونعم الوجود. حقيقة مصدر فخر الآخر أني في هذه المنصة بين إخوة عمالة، أخي إدريس وأخي الطيب وأخي قيسم، وأنا بينهم غزو كبير، وهم في مجال الدعوة أساطين كبار، وهم في مجال الحديث والفقه والشريعة والعلم الشرعي أبرغ مني كثيرا، وهذا مدعاة لفخر أن أكون بينهم. وعندما أقول غزو كبير فقد يستغرب البعض كيف يكون الغزو كبيرا عندما يغادر نفسه بمثل هؤلاء العمالقة فهو يزداد غزأما. فأنا سعيد بوجودي بينهم، والحمد لله أن أخي الطيب عندما قدمني طلب مني أن أبين بعض انطباعاتي عن فقيرنا الكبير الذي لا نزكيه على الله، ونسأل الله أن يتقبله في عجائب الجنان. حقيقة أنا يعني أول ما تلقيت خبر وفاة هذا الشيخ الجليل كنت قد أرسلت رسالة إلى أخي الشيخ عصام، رسالة مسلمة يتبادل الأخوان المتحابين في الله الذي تدعو دائما للأخ الذي يحبه في ذات الخير، فردها لي شاكرا، وبعد 5 دقائق أرسل لي رسالة أخرى نعى لي فيه هذا الشيخ الجليل، وبعدها ب5 دقائق تلقيت رسالة أخرى من الأخ هيثم ينعى فيها هذا الشيخ الجليل. كان الصدمة لأني فعلا قد استمعت إلى هذا الشيخ يعني في محاضرات قليلة وتركت في نفسي انطباعا طيبا، لكن والحمد لله منذ أن تلقيت ذلك الخبر